السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا ايمي ودي قناتي، وجاية النهاردة اقول لكم عن تجربتي في الحمل وسبب بعدي عن القناة وايه اللي حصل لي، وطبعا الحمل بعد سن 40. انا عندي تقريبا 45 سنة، هتمهم ان شاء الله في السنة الجديدة. مريت بأسوأ تجربة شفتها في حياتي. الحمل مش سهل في كل الأحيان، مش معنى كده ان انا عشان قلت ان هي اصعب تجربة. السن، الظروف، لما تكوني كمان انتي في حاجة مخططة ليها غير لما بتيجي الحاجة دي فجأة بدون سبب. انا ليا 7 سنين والدة اخر طفل، الحمد لله. كانت ايام حلوة جدا مع الطفل والبيبي كان كويس، وهو راح الحضانة أيام بسيطة وخلاص. وقضيت 7 سنين حياتي مع أولادي والبيتي والزوجي قناتي ملهاش كتير، بس يعني إيه، بقدر الإمكان بحاول إني أنا أتعايش الحياة الكريمة مع أولادي. ابني الصغير عيا شديد، نزلة شعبية، وكان في الوقت ده اللي هو بعد رمضان مباشرة، اللي هو في شهر 5. النزلة الشعبية كانت منتشرة جدا، فأنا خدت ابني ورحت السدرية، وكانت البريد معادها فايت لي يوم واحد بس، يعني هي ليها يوم ما جاتش، وهي كانت عندي منتظمة جدا، كانت ممكن تقدم 6 أيام 7 أيام عن ميعادها، بس ما تأخرش عن ميعادها. يعني مثلا لو هي هتيجي يوم 10 فتيجي يوم 9 يوم 7 يوم 5، لكن ما تجيش يوم 11 أبدا. وكنت خلاص أنا اتأقلمت على حياتي من غير أطفال، والحمد لله حمدت الله عز وجل على اللي عندي جدا، وكنت راضية باللي موجود. جه ابني عي، فأنا اضطريت إن أنا أروح السدرية. فلما رحت السدرية كشفت على ابني، كان جايني ضيق جدا من الكمامة ومش طايقة، فما كنتش قادرة ألبسها. معرفش ايه في وقتها، يعني كانت هرمونات الحمل، فشلت الكمامة، ودي كانت كارثة. أول حاجة حصلت لي في الحمل، روحت البيت جبت اختبار حمل من الصيدلية، وإني على أمل إنه ما يكونش حمل، وبالفعل هو طلع حمل. جت بنتي دكتورة تحاليل عملت لي التحاليل في الدم، وطلع إن ايه فعلا حمل. اتصلت بكذا دكتور، قال لي لا، لما تتمي 40 يوم تعالي عشان خاطر نقدر نشوف نبض الجنين. وانا حاطه في دماغي انه ان شاء الله ما فيش نبض، ان شاء الله ما فيش حمل هيكمل، وانه كله في الاول والاخر يعني فتره اجهاض وهتخلص. لما جيت رحت للدكتور بعد 40 يوم، وقبل ما اروح له، يعني قبل ما انا اروح له، خلال 40 يوم دي ابتديت، او هي 10 ايام، لان انا او يعني 15 يوم أو لما كنت عرفت اني حامل وكده، والفترة اللي هي لحد ما تم 40 يوم ابتديت اكح بطريقة هستيرية، اكح وارجع، يعني اكح وارجع. فمنعت الاكل جدا خالص، وكنت بكح كحة هستيرية ما بتخلصش، انا ما بنامش لا ليل ولا نهار. جه 40 رحت، طبعا كنت بجيب ادويه من الصيدليه، وبستأذن الدكتور بتاع الصيدلاني واقول له ان انا في اول شهور الحمل، وكان بيديني ادويه ما كانش نافعه جدا. رحت المركز طبي جنب البيت، وابتدى يديني ادويه، وبرده قال لي لازم تروحي لدكتور نسا وبطنه. رحت للاتنين، وكان برضك الحاله صعبه جدا، الكحه ما بتفصلش، فاضطريت اني انا استنى لل40 عشان اروح للدكتور. وفعلا لما تميت ال40 ورحت للدكتور، قال لي رحت للدكتور رغم انه ليه اسم وفي عياده كبيره، معرفش يديني علاج حلو للكحه. قال لي انا ما اقدرش اديكي ادويه، امشي على الياسون والكمون والحاجات دي والحلبة والحاجات دي. فانا قلت ماشي، يعني مع اني كنت بشرب. ابتدى اول ما حط الجهاز، وانا يعني متاكده 100% ان الجنين ما فيهوش نبض،
راح قال لي بسم الله ما شاء الله، الجنين في النبض في الكيس، يعني شكله حلو اكبر من الميعاد اللي هو 40 يوم. فاللي هو يعني هي إرادة رب العالمين فوق كل شيء. فأنا ارتضيت الحمد لله، قلت خلاص 9 أشهر ولا 8 أشهر هيمشوا بالطول وبالعرض. ولكن كانوا أصعب فترة حمل مرت بحياتي. أول حاجة اكتشفت إن عندي سكر، ولكن هو مش بنسبة عالية أوي. تاني حاجة أنا كده كده مريضة ضغط، فلازم أخد العلاجين سكر وضغط. غير كده ان الكحة فضلت معايا لحد اول الرابع وانا باخد مضاد حيوي. كحة يعني كانت مستعصية جدا. خلاص الرابع بدأ، وانا بتابع مع الدكتور. طبعا ما عجبنيش الاسلوب يعني بتاع الدكتور اني مرضيش يديني علاج للكحة، فاضطريت ان انا اروح لدكتورة تاني في مكان تاني. لما رحت لها وشافت علاج تحاليل السكر رغم ان هي مش عالية جدا، فراحت ادتني دواء دخلني في مشاكل تاني. فدخلت في دوامة المشاكل مع الحمل المستعصي والسكر، ومع حمل ومع سن كبير. فدخلت في دوامة مش عارفة لها أول وآخر. رحت المركز طبي كبير جنبي، لما لقيت الدكتورة ادتني علاج وأنا ابتديت أحس بألم شديد في بطني وظهري، فقال لي إن العلاج خلى الأكسجين ما يوصلش للجنين. وهنا طبعا كانت الصدمة، يعني كمان الأكسجين مش واصل للجنين. الكحة كانت لسه خلصانة، في ضغط في سكر. الحمد لله أنا بقدر أسيطر على الضغط، لكن موضوع السكر ده اللي كان صدمة بالنسبة لي، والعلاج اللي هي اديتهوني ما كانش لازم تدهوني. ابتدوا يدوني حقن تحت الجلد. لما رحت للدكتور قال لي ان الاكسجين مش واصله، وان العيل الرحم ضاق عليه كده. فابتديت اني انا وكانت هم الدكتورة تعرف نوع الجنين بس، يعني ولا كانت تقول لي الجنين كويس لحد الرابع، ولا الجنين كويس ولا الطول ولا اي حاجة خالص. كان كل همها نوعه، وانا كان كل همي انقاذ حياته قبل اي حاجة. ابتديت ان انا اتعب قوي، والعلاج اللي اداهوني الدكتور ممنوع الحركه، ممنوع القوم من على السرير. طب ما انا كده كده بسبب التعب انا ما كنتش بقوم، لو قمت ادوخ. ولكن هو غلط كمان معايا غلطه تاني، هو اداني علاج عشان البيبي، ولكن كانت الانيميا 10. فكنت كل اما اساله يقول مش مهم الانيميا، المهم الكالسيوم. فانا بقول له لدرجه ان انا لما رحت لدكتور البطن عشان السكر، اللي هو نصحني وقال لي العلاج اللي اديتهولك غلط دكتورة النساء، السكر بتاعك عالي بس احنا هنعالجه دايت مع الحمل. وراح قال لي لازم وضروري تاخدي حديد وتشوفي دكتور النساء. فدكتور النساء ما ادانيش حديد ومرضيش يديني حديد، واداني طبعا علاج مكثف للبيبي عشان انقذه. فعلا انا لما ابتديت اخد العلاج ابتديت اتحسن، وابتدى العيل يبقى كويس والجنين كويس. ولكن الانيميا كل مادة بتنزل. عديت الخامس الانيميا بقت 9، و9 دي يعني دمار. جيت في اخر الخامس عملت تحليل الانيميا فبقت 8. ولما رحت تاني لدكتور النساء وانا منهارة لاني انا بدوخ ومش عارفة اقف في المطبخ، مش عارفة ادير بيتي، وحياتي وقفت. وزي ما قلت لكم انا كنت ابتديت انظم حياتي على عدم الخلفة. ابتديت يغمى عليا كتير جدا. لما رحت له اتصلت بيه وعملت له التحاليل ورحت له، قال لي ياه هو انت لسه فاكرة الحديد؟ هو انا ما كتبتلكيش حديد؟ قلت له لا. تاني تدمير عملها فيا دكتور النساء لما قال لي اني انا هديكي حديد في المحاليل، ولكن هتاخدي 7 أيام ورا بعض كل يوم محلول. فانا لما وريت الممرضة اللي هتعلق لي المحاليل، قالت لي 7 أيام ورا بعض وهتاخدي تاني. الدكتور قال لي طبعا لازم هتاخدي تاني بس بعد ما نعمل التحليل.
قالت لي انت بتدمري كليتك، معناها ان كل يوم بتاخدي حديد مكثف، وما كانش الحديد بيتحط على المحلول كامل، بيتحط على ربعه، يعني ربع المحلول ويتحط فيه 4 حقن حديد. فراحت قالت لي معلش يا طنط، انا انصحك ان انت تغيري الدكتور ده، لان بالحال ده انت هتطلعي من الحمل ده عندك فشل كلوي. المهم ان احنا هنكمل في الجزء التاني اللي حصل معايا. ولو الفيديو ده يا جماعة جاب لايك وجاب مشتركين وجاب مشاهدات حلوة، هكمل لكم الجزء التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.